السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده هنعمل لينزا الدمياطي بمقادير سهله وبسيطه والطعم حكايه، واكيد اللي ما جربهاش فايته كتير. فالمقادير بتاعتنا سهله وما فيهاش اي تعقيدات، حاجه بسيطه جدا وهنطلع احلى لينزا دمياطي. وقبل اي حاجه احب اشكر كل واحد اشترك في قناتي جديد واقول لكم بجد نورتوني. وصلوا بينا على النبي، تعالوا نخش نشوفوا عملناها ازاي. هنا عندي كوبايه ونص سمنه على زبده، وبيضايه بدرجه حراره الغرفه، كوباية ونص جوز الهند مبشور ناعم، كوباية ونص سكر بودرة، كوبايتين دقيق، فانيليا. ودي كانت مكوناتنا، مفيش ابسط من كده. هنيجي هنا ببولة نحط بقى السمنة والزبدة. دي كوباية ونص سمنة على زبدة، اللي حابب سمنة بس اوكي، واللي حابب زبدة بس براحته المتوفر عندكم. هنا انا كنت حطاهم في التلاجة، فطلعوهم من التلاجة ساقعين كده، وهبتدي ان انا احط السكر، كوباية ونص سكر عليهم، وافضل اضرب فيهم لغاية ما يختلطوا معايا. هنا طبعا جامدة، فانا بحاول ان انا افككها كده بالراحة عشان متنيليش الدنيا. فقرة البهدلة دي بقى بصوا بس بجد تستاهل التعب، يعني هي ما فيهاش تعب اصلا، يعني حاجة بسيطة. هفضل اضرب كده كويس لغايه ما الخليط ناعم معايا وكله داب، السكر داب يعني. فاحط البيضه والفانيليا. هنا معرفش الفانيليا ما اتصورتش ليه، بس انا حطيت الفانيليا. وهضرب بقى كله كويس كده. هنا بقى عندي جوزة الهند كده كوبايه ونص برضه، هقلب برضه الخليط ده كله مع بعضه. وهنا كان دور المضرب خلص. هنا هشتغل بقى بايدي كده، هفضل اقلب فيها كده لحد ما يتجانس كل الخليط مع بعضه. واحط بقى انزل بالدقيق. هنا هنزل بيه شوية شوية لغاية ما اشوف القوام برضو، عشان يعني الدقيق بيختلف عن دقيق عن دقيق بيختلف. فهنا خدوا مني كوبايتين. بصوا هي ده قوامها، بصوا عامل ازاي، ناعم وفي نفس الوقت متماسك. بصوا هو ده القوام المظبوط. بصوا انا همسكها بايدي كده، بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا عامله ازاي. نركنها بقى على جنب، نروح نجيب الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. دي صينيه كانت اكبر صينيه عندي في صواني البيتزا. هجيب مكعب بقى زبده كده، وهدهن الصينيه بتاعتي، وهدهن كمان الحروف بتاعتها زبده بقى سمنه اللي متوفر. وهنزل 3/4 الخليط. ومرحله الفرد دي صعبه شويه، فبمعلقه كده بظهر المعلقه ونبتدي نفرد، ونجيب كمان على الحروف. عايزين نعمل لها سور كده رفيع، واحطها في الفرن 10 دقايق. 10 دقايق تشمع معايا وهطلعها. هروح اعمل الكريمه. عندي نص كيلو لبن، تليت عليهم 3 معالق نشا. هقلب بقى الخليط بتاعي ده على النار لغايه ما يبقى كريمي معايا، الكريمه تربط معايا كويس. هنا كانت الكريمه خلاص. بصوا هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. نركنها بقى على جنب ونسيبها تبرد كده لغايه ما تطلع معانا اللينزه. هنا كان عندي الجزء اللي احنا سبناه ده نشف طبعا، فانا عايزه اطريه شويه. هحط ربع كوبايه لبن وهضربه تاني لغايه ما يبقى طري معانا. نقدر ان احنا نحطه في كيس الحلواني ونشكل بيه. نضرب كويس كده، هو مش هياخد وقت مننا خالص. بصوا نعم معانا بقى طري خالص، نقدر ان احنا نحطه في كيس الحلواني ونشكل بيه براحتنا.
بصوا انا عندي البلبله دي بتاعت البسكوت، فانا هعمل بيها. ممكن المتوفر عنده يعني اي حاجه يعمل بيها. انا هنا حطيت في كيس من كيس التلاجة الخليط بتاعي، عشان عندي هنا الكيس بتاعي يعني قماش، فانا بحب احط الاول في كيس تلاجة وبعد كده احطه هنا. هنا بقى خلاص كانت طلعت من الفرن كده وهدت شويه، اخدت 10 دقايق بس. فبصوا هحط بقى الكريمه وافردها كويس، بس مش هجيب على الحروف، مش هطلع بره يعني عشان ما تتحرقش برضو مني. نحاول كده نفرد، نوزع بس الكريمه كده كده تمام. خلاص وزعناها. نجيب بقى كيس الحليب. بصوا الاشكال اللي تحبوها، انا حبيت اعمل كده بالطول وبالعرض يعني. بصوا اخد كده بالطول، يعني اعملها شبابيك يعني، ده المتعارف عليه يعني، فالشكل اللي انتوا تحبوه. عايزه اقول لكم والله طعمها حكايه. انا اصلا قبل ما اجربها في البيت كنت بجيبها من بره، ما كنتش عارفه ايه ده يعني، بجد كانت خرافه، وما صدقت ان انا اصلا عرفت طريقتها يعني. بجد جميله جدا وسهله، وطعمها بصي ولا افخم المحلات، طعمها رهيب يعني، تستاهل بجد التجربه. هنا كان بصوا خلاص بقى اتشكلت معايا كده. بصوا يعني بالطول وبالعرض كده عملناها. هنا بقى هندخلها الفرن تقعد نص ساعة، نشغلها من تحت ومن فوق، تطلع بالمنظر ده ما شاء الله، هتعلى معاكي وتبقى زي الفل. هنا بقى عندي الشربات بتاعها. انا مبتاخدش شربات كتير، هي نص كوباية سكر، حطيت عليها كوباية مية وعصرة ليمونة كده، عملت زي شربات خفيف اسقي بيه بس. الوش كده لو عندك بقى مربى مش ممكن تخففيها. عسل نحل اللي انتي تفضليه. هنا كان الشربات ده دافي وهي سخنة، لازم يبقى يعني سخن شوية. ونسقي بيه. وكمان انا مستعملتوش كله. هنا بقى عندي المربى بتاعتي كده، ما عنديش طبعا كريز، فالمتوفر بقى عندنا الجيش قالك اتصرف، فقلت بقى احط يعني مربى كده تديها منظر برضو حلو، واكيد طعم حلو يعني. فبصوا اللي عندكم زينوا بيه يعني، مش هتفرق. وشوية جوز الهند بقى على الوش كده، والمنظر بصوا لوحده يشهي. هنا اول ما تطلع من الفرن بقى هنسيبها تهدى كده، وبعد كده ندخلها التلاجة ترتاح عشان نعرف طبعا نقطعها. انا هنا اكيد كنت مدخلاها التلاجة وريحتها، وبقطعها معاكم عشان اوريكم المنظر من جوه عامل ازاي. بصوا ما شاء الله بتطلع بسهولة جدا. بصوا من جوه اصلا روعة. بصوا ما شاء الله شكلها حلو جدا، وطعمها والله فايته كتير جدا اللي ما جربهاش. كمان في العزومة يعني تشرفت جدا. بصوا الصينية طالعة طبعا، بصي ولا لازقة ولا فيها اي حاجة، القطعة تطلع زي ما انتي بصي مرسومة. حلوة جدا 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 بجد، وتشرفك في اي عزومة. والسوا بتاعها كان مظبوط جدا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تجربوها وتنول اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير وكومنت حلو كده. اشوفكم على خير، مع السلامة.